أهلا بكم جميعا في هذه التي نحتفل بها شاعر وأخ عزيز علينا. يمكن أنا لما هتكلم عن السيد السمري مش هتكلم عنه كمدير قصر ثقافة مصرية أو الوظائف هو تدرب فيها، ولكن هتكلم عن السيد السمري صديق فعلا. يعني من يوم ما سيد اتعين واحنا اصدقاء كنا بننفلت من قصر الثقافة تذكرة الطفل ونروح نقعد على قهوة صغيرة كده خلاص بقى. لا كرسي عالي ونرسم بأمانة عريضة واحنا شباب. احنا عايزين ايه من الأدب؟ وعايزين الحركة تبقى ازاي؟ كبرنا وعجزنا طبعا مالناش المسافة العلاقة مستمرة بدون حب ولم تتحقق الآمال. يمكن استهلال هذه الليلة نستمع إلى قصيدة من أخي وصديقي قبل أن أقول الشاعر سيد السمري. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أنا بحب أشكر نادي الأدب المركزي برئاسة الشاعر الكبير ورمز بورسعيد الأدبي الأستاذ محمد عبد القادر، وبشكر الأستاذ الشاعر والناقد والباحث والمترجم الأستاذ محمد المغربي، والشكر موصول لأعضاء نادي الأدب المركزي الشاعر عادل الشربيني رئيس نادي أدب القصر، والشاعر محمد مجاهد رئيس نادي أدب بور فؤاد، والشاعر صابر عبيد رئيس نادي أدب النصر، وطبعا صديقي وعشرة العمر ورفيق كفاح طويل الشاعر سيد منصور والشاعر محمد عبد الهادي. والحقيقة أنا بشكر كل الناس اللي حضرت النهاردة، واللي أنا سعيد بوجودهم وبالتواجد بينهم. هو طبعا مفيش في مناسبة زي كده يعني الواحد مبقاش عارف يقول ايه غير ان هو يقول شكرا ليكم كلكم وشكرا لكل الناس اللي موجودة. انا ما كنتش عامل حسابي الحقيقة ان انا هقول شعر ولا هقول اي حاجة خالص، لكن يعني انا هقول قصيدة هل ترغب في لعب الطاولة، عشان احنا كنا ساعات بنروح نقعد على القهوة مع الأستاذ منصور بعد ما خلصنا دلوقتي. لا هل ترغب في لعب الطاولة. أعتذر اليوم لكل النقاد وكل القراء، لن أكتب شعرا عذبا مثل قصيد الشعراء عن ليلى ذات القد المياس وغصن البان، أو عبلة ذات العين الحوراء، لكني وبكل سهولة دون بلاغ وبعيدا
عن أخطاء الوزن وأغلاط النحو وأقوال الفقهاء، أتحدث عن شخص مهموم بالناس يقضي بعض الوقت ونصف الليل بين مقاهي البلدة وسط البسطاء، يسمع منهم عن أحلام الفقر وكبت القهر وحرمان اللحم ومزايا العدس وكرامات البلهاء. هذا الشخص السائر في طرقات مدينتنا يحتضن الأحلام الشبحية، تأتيه الزهرة من بعد صلاة العصر وفي العتمة حين ينام بدون عشاء أو إن شئ بدون غطاء، والكهل القابع في أقصى المقهى. ما أطول أنفاس المطحونين التعساء حين تكون الجوزة بين الكف وتحت الأسنان الثرماء، يمعن في التدخين كأن شهيقا وزفير هما آخر أحلام البسطاء. والشاب الجالس في ركن الطاولة يلعب بالنرد ويروي الرفقاء في همس عن عاهرة في أسرته تدعى، وضجيج المقهى يعلو فوق غناء الراديو وأغنية حمقاء يحمل معناها بشرى رخاء، شاي، قهوة، حلبة، كوكا كولا، ينسون هموم الأيام السوداء. تحت سحاب الدخان الأزرق تختلق الجدران الصماء، وأمام التلفاز فريق آخر يتجادل حول الماتش، وأنا أبحث في الصفحة عن برج الجوزاء. عقبات تتخطاها بسلام، تطردني قدماي من المقهى، أتسكع في الطرقات أشم هواء، ألمحها كالعادة خلف الشباك، تتوارى مني دلالا أم تتوارى عني خجلا وحياء، فأواصل سيري متئدا وأدندن في همس بغناء. والله هتروق أحلى وهتبقى أحلى وأحلى، والليل يمر بطيئا جدا وكئيبا مثل وجوه التعساء، تتوقف في وجهي سيارة تنطفئ جميع الأضواء، يأتي الشرطي ليسألني عن أسباب السهر لهذا الوقت وعن سيري فأجيب يقاطعني في استهزاء: ألديك بطاقة يا هذا أم تأتنس الليلة بالسجناء؟ اطلبوا عليها يرمقها يرمقني، يأمرني أن أرجع بيتي وأنام، أتركه أمضي لأردد عمت مساء. شكرا. عمت مساء يا أستاذ سامي. السيد السمري في ناس كتير بتفهمه غلط، يمكن علشان هو يتقلد منصب، ولكن احنا بنبقى نربط اشياء اكتر من اللوائح، وهو الراجل بتاع لوائح، فاحيانا يحدث تصادم. لكن انا منذ معاشرتي له من البدايات تفهمت هذا، وما كانش فيه مشاكل ما بيننا. قريبا جدا كنا في مشوار ظهرا، وبعدين ماشيين في السواحل وقلنا نقعد نشرب شاي، ففي قهوتين، قلت له اختار نقعد فين؟ قعدنا على قهوة كل اللي فيها بتوع حشيش. قلنا نجري. هو بقى مع أستاذنا الكبير الشاعر والمترجم والناقد
والمعطاء حقيقة المعطاء كثيرا جدا 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 مع أستاذنا محمد المغربي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أذكركم منذ عهود سحيقة في عالم العرب والصحراء كان إذا ولد شاعر تحتفي به القبيلة شهورا طويلة. السيد السمري لم يولد اليوم، ولد من زمن، لكن الاحتفاء به وتكريمه اليوم يعد نوع من الاهتمام بقيمة الشعر في حياتنا، لأن الفكر والأدب والثقافة ملا كثيرا في مجتمعنا. تكريم السيد السمري الحقيقة تكريم لرحلة ثقافية ومفكرة. الاستمتاع الحقيقي يكون بتحليل وإلقاء الضوء على كيفية استخدامه للسطر الشعري، إذ يتميز الشاعر عن آخر بطريقة تركيب مفرداته داخل السطر الشعري. كيف يتلاعب بالفكرة، بالصورة، بالموسيقى داخل السطر الشعري كي يلفت الانتباه، يجذب المشاعر، يسيطر على الأفكار. والسيد السمري في شعره الذي التقيته عدة مرات، ما قريتش كتير لكن قريت له أهم قصيده، له نموذجه الخاص في استخدام المفردات. وكي يتصدى الناقد لأي منتوج أدبي لابد أن يبحث عن وسيلة نقد، منهج نقدي ملائم لما يقوم بتحليله وتركيبه وتفصيله وتفسيره. النص الأدبي الثري يمتلئ بالإيحاءات، يمتلئ بالإسقاطات، كما بعيدا عن التشبيه، أرجو أنكم ما تحبوش التشبيه قوي، كما يأتي القرآن الكريم ممتلئ بكل الإسقاطات وكل الإيحاءات وكل الإشارات المقصودة وغير المقصودة التي يعيها القارئ. فشعر السيد السمري في هذه المنطقة. لا أجد في المناهج الشعرية المصرية والعربية منهجا واحدا يستطيع أن يطبق على شعر السيد السمري، إنما مزيج من منهجين أو ثلاثة، اثنين غربي وواحد عربي. الغربي ينطبق على السيد السمري في منهج البنيوية، ثم منهج السيمانتيكا أو السيميولوجي اللي هي دلالات الألفاظ اللغة. المنهجين دول ممكن نحلل بيهم قصيدة السيد السمري أو قصائده يعني ونستمتع بها، لأن القراءة المتعجلة لقصائد بهذا الشكل من الكثافة يحتاج إلى منهج يحلل القصيدة، يحلل المفردات، يفكك الرموز. فوجدت أن المناهج الغربية، المنهجين دول بالذات يعني هم اللي يقدروا ينطبقوا على شعر السيد السمري. والمنهج الآخر هو منهج الأستاذ الكبير، ربنا يا رب يديله قدرة على الاستمرار، الدكتور يوسف نوفل له كتاب اسمه النص الكامل، النص الكلي. النص الكلي في محاولة تقريبية لجمع تلك المناهج عشان نحلل ونفسر قصيدة السيد السمري. كي لا أطيل أذكركم أن قصيدة السيد السمري التي سمعتموها من قبل
من قليل. هناك قصيدة تسير في نفس الدرب اسمها مرثية شاعر حزين. لو استطعنا أن نحن نمضي فيها خطوة خطوة ونفككها سنكتشف فيها حلاوة داخلية. فمثلا هو يقول في مرثية شاعر حزين: سمعتوها في القصيدة اللي فاتت: وغدا أموت على الطريق ليأتي الرفاق يحملون لي التابوت ويمضون بي إلى المقبرة. أول وهلة تقول ده كلام عادي، غدا أموت على الطريق. لكن لو تمعنا في مفردة الطريق هنا نكتشف أمور كثيرة جدا تمضي مع مدرسة السيميولوجيا أو السيمانتيق اللي هي دلالات الألفاظ. الطريق، في حد بيموت على الطريق؟ في. لكن الطريق عند الشاعر هنا ايه؟ الطريق هنا مش السكة، الطريق هنا طريق الحياة. غدا أموت على الطريق ليأتي الرفاق يحملون التابوت ويمضون بي إلى المقبرة وبعدها يتفرقون. الطريق ما جاتش الكلمة هنا خبط عشوائي. أموت على الطريق، اختيار الطريق هنا طريق الحياة، مش طريق الشارع، مش طريق السكة، الحياة ككل. لذا يأتون الرفاق بالتابوت، لكن بعد ما يحملوني إلى المقبرة يتفرقون. المفاجأة ما الناس لازم بعد ما تودع الميت بتتفرق. المفاجأة ليقيموا على المقاهي عزائي. المقاهي يبقى المسألة هنا مش موت عادي، الموت هنا مش موت عادي، ده موت خط إنسان. ليقيموا على المقاهي عزائي. حد بيقيم على المقهى عزائي؟ سرادق بيت الجبانة، إنما المقاهي لأن واضح أن المقاهي أصبحت الآن في العرف الحالي والمعاصر خدت دلالة مختلفة عن دلالات منتديات القرية أو منتديات الجماعة أو منتديات القبيلة. بقى المقهى النهارده مجال حياة أخرى يتبادل فيه الناس، مش بس الآراء، مش بس الهموم، أيضا المصالح. بل بالعكس يفرغون في المقاهي الكبت اللي فيهم من تشجيع مباراة كرة قدم، من صريخ في الهواء، يسمعون بعضهم بعضا في المقهى، ليعود كل واحد بعد ذلك إلى بيته. فهو هنا قال إن بعد ما يودعوني يتفرقون ليقيموا على المقاهي عزائي يتقاذفون خلاله سيرتي. هذه المقهى بيعملوا يعني يتقاذفون خلاله سيرتي كالنرد. النرد هنا إشارة في حياة السيد، لأنه أذكرها قبل كده في قصائد أخرى. النرد هنا القدر، الحظ، سيرورة الحياة وسيرورة الحياة أيضا. النرد اليك بتاع الطاولة، فبيتبادلوا سيرته كالنرد. يتبادلوا على ان ده البخت بتاعه، ده حظه، ده قدره. يؤكد
جيد. هنا مفردة أخرى يستخدمها نابشين. دي مهنة جديدة محدش يعرفها. فاكرين النباشين؟ حد فاكر النباشين دلوقتي؟ النباشين موجودة دلوقتي، اللي ما كانتش موجودة قبل كده. نباش اللي بيقلب الزبالة ويدور على المفيد ليه يبيعه ويشتريه. فهنا مش قمامة، لا، ذكرياته معهم وذكرياتهم معاه تحتاج إلى النبش، تحتاج إلى الحفر في عمق الذاكرة. فدي تؤكد إن القعدة على القهوة غير القعدة في السرادق. شوفوا المفردة جاية إزاي، نابشين ما تركت ورائي. الله أكبر. قصيدة اللي كان بيتكلم عنها دلوقتي الأستاذ محمد المعرفي. اتفضل يا سيدي. مرثية شاعر حزين. وغدا أموت على الطريق ليأتي الرفاق يحملون لي التابوت. يا جمال من الأول ماشي. مرثية شاعر حزين. وغدا أموت على الطريق ليأتي الرفاق يحملون لي التابوت ويمضون بي إلى المقبرة وبعدها يتفرقون ليقيموا على المقاهي عزائي يتقاذفون خلاله سيرتي كالنرد فيما بينهم نابشين ما تركت ورائي. ستقول طائفة منهم فليرحمه الله كان تقيا وكان وفيا وكان يصلي ويصوم فلندع له بالنعيم. وتقول طائفة أخرى ما كان إلا شاعرا فاسقا نسأل الله أن يجعل مثواه الجحيم. ولسوف يتفرق بينهم شعري ودمي إلا قليلا من رفاقي سوف يبكونني قليلا ثم يمزقون أوراقي وبعدها يقذفون بالنرد. وستبكي نسوة بالمدينة ويرتدين حزنا علي ملابس الحداد الحزينة وتنطلق صرخة مكتومة من صدر حبيبتي تمزق أحشاء السكينة ثم يعم الهدوء المدينة ويمضي خميس وراءه خميس لا أحد سوف يأتي يقرأ الفاتحة عند قبري حتى في يوم الأربعين لن يأتي إلا القليل من نساء أسرتي يسبقهن بعض المقرئين لم أدري من تلاوتهم الفرق بين الواقعة والملك أو سورة ياسين. ثم تمضي النسوة بعدها يوزعن خبزا جافا على أطفال المقابر رحمة ونورا علي. وعلى المقاهي يجلس من كانوا رفاقي يتبادلون الذكريات يتسامرون بالنكات حتى إذا ما ذكرني أحدهم عفوا في الحديث لوحوا له قائلين يا أخي من مات قد مات ثم يقذفون بالنار. شكرا. السطور الشعرية عن غيرها في حكاية
يتوقف فيها الشاعر زي أي بشر آخر الموت، والنتيجة إن أصدقائه هيجيبوا سيرته ولا هيزوروا على المقبرة ب5 3 ويبطلوا خلة النسوة البريئة. لا، المسألة بقى تكمن في إيه؟ تكمن في إنه استطاع أن يشكل حياة الإنسان في اتجاهين، الخير والشر. الناس تقول عنه إن هو كان طيب، كان محتاج يخش الجنة، وناس تقول إنه كان فاسق. ودي رؤية الناس. رؤية الناس للإنسان عموما، ما فيش حد بيستقر على رأي واحد من البشر في اتجاه واحد أبدا. لأن تحليل بيت الشعر هنا، شوفوا هو بيقولوا سوف يتفرق بين شعري ودمي. شعري مفهوم، يتفرق شعري، أوراقه اللي أنت كاتبها، إنما دمك كيف يكون الدم يتفرق بين أصدقاء؟ والمسألة ليس فيها قتل، المسألة فيها موت عادي. يتفرق دمه هنا بمعنى حياته الحميمية اللي كان عايش بيها في وسطهم، فتفرقت بين أصدقاء اللي بيتكلموا في القهوة على هذا الكلام. ولذلك يكون البكاء قليلا بين الأصدقاء. ومع ذلك نيجي السطر في نوع من البراعة، وتنطلق صرخة مكتوبة. منين صرخة ومنين مكتوبة؟ كيف يستطيع الشاعر أن يجمع بين هذين المتناقضين؟ وتنطلق صرخة مكتومة، لأنها طالعة من صدر حبيبته مش من صدر شخص آخر في فراق معه. هل قال الكلام ده؟ لا، ده يتفهم من المفردة. وتنطلق صرخة مكتومة في صدر حبيبته. إذا مكتومة لها دلالة هنا يريدها الشاعر، مش صوات ولطم وشق جيوب. هذه حبيبة، فالصرخة بتاعتها مكتومة من كتر المفردة هنا تعبير جميل جدا، كلمة صرخة ومكتومة. طيب يؤكدها ايه؟ تمزق أحشاء السكينة. تمزق أحشاء السكينة، الحالة الموت والوفاة التي يعيشها الشاعر حين يتخيل نفسه ميتا هي حالة من حالة السكينة. لكن هذه الصرخة تمزق هذا السكون. هنا في اتكاء على تراث ديني. إذ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل يسمعوننا في القبور؟ أي يسمعون خارج الظاهر في سمع. في ناس كتير ما بتصدقش الحته دي، لكن ده قول من اخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بالفعل هناك علاقه ما بين روح الميت واعزائه واحبائه خارج القبر. فهنا نكتشف ان صرخه مكتوبه لها دلاله جميله جدا كمفرده، واحنا بندور على دلالات المفردات. في إشارة أخرى تدل على أن الشاعر يصف موته بشكل جيد، بشكل قريب من الواقعية، كما لو كان جزء من فيلم. المقرئون الذين يأتون للقراءة بجوار القبر، شوف بيوصف قراءته ازاي. شوف الوصف هنا دي بنسميها ايروني وساركازم. ايروني يعني تهكم، وساركازم سخريه سوداء. شوف بيقولها ازاي بقى؟ يسبقهن بعض المقرئين مشايخ لن ادري لن، مع ان المتوقع نقول لا ادري. لن ادري كان بصيغه المستقبل، وقلنا المفردة في التحليل البنيوية بيدور على المفردات، دوال الكلمات، دوال المفردة. لن أدري من تلاوتهم
الفرق بين الواقعة والملك أو الملك أو سورة ياسين. الكلام ده على المستوى الواقعي صح. أما بنروح نسمع المشايخ يقروا إزاي؟ اللي جنب الجبانة. عنده مهمة هيبقى صاير شيء عايز يقلب، بس أنا آسف على اللفظ، عايز يقلب الصورة يقولها ويجري، فمش هتقدر تفرق بين سورة الملك وسورة ياسين أو أي سورة أخرى، لأن النسوة مشغولين بتوزيع الرحمة والنور على الأطفال. النرد بيشكل زي ما قلت لكم ليه معادل موضوع حياتنا بالنسبة للشاعر. النرد هو القدر، هو الحظ، ده المعادل الموضوعي. استيراد مفردة النرد باستمرار، دي ثالث مرة يستوردها، تاني مرة في الاقتصادي قبل كده في جزء سابق. فهو بيقول ايه؟ على المقاهي يجلس من كانوا للفرد يتسامرون بالنكال، زي ما يقولون الذكريات حتى إذا ما ذكرني أحد أفضل في الحديث لوحوا له القائلين يا أخي من مات ثم يقذفون الكلام. النرد هنا غير النرد في الأول قصيدة. النرد هنا احنا خلصنا الحزن، ما عندناش هنحزن تاني، يلا نلعب. النرد هنا اللعب، هنا النرد هنا له دلاله اخرى من النرد الاولاني. النرد الاولاني نرد الحظ القدر، النرد هنا اللعب. ما عادش عندهم وقت يحزنوا فيهم على صديقهم. تبدا المساله تحتاج منه يخرج من حاله حالة تخيل الموت، ودي حصلت في كثير من ادباء العالم. اذكر منهم نص جورج برنارد شو صدر في كتاب اسمه القاعدة النص ده بيتكلم عن جورج برنارد شو وهو يتخيل امه وهي في صندوق الايه؟ الجنازه. تطلع من الصندوق وتقول له مين اصحابك اللي مش في جنبك؟ ده مش كويس، ده كويس، ده مش عارف. بيحكي الجنازه كلها بشكل ساخر السخريه من ان حياه الانسان قصيره ولن يترك سوى بعض الذكريات. فيبقى السيد السمري يتبنى مذهب التهكم والسخريه من المسائل الوقتيه الزائله اللي ما بتدومش. لذلك يركز في قصيدته على اصدقائه دول اللي هيودعوه وهيشيلوه لحد المقبره، لكن 10 دقايق يقعدوا على المقبره وهينسوا هذا الكلام كله. قصيده السيد السمري تكمل الحياه الكثيره للانسان وتتعامل معها بسخريه تليق باختصارها وعدم ديمومتها، وان الحزن زائل والانسان اصله زائل ويبقى الشعر. اشكركم والسلام عليكم. شكرا استاذي محمد المغربي. استاذ اسامه المصري طلب الكلمه، اتفضل. تاكل فوق مش مشكله. تعالى اتفضل. ايوه بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة أنا كنت عامل دراسة خاصة لقصيدة نلعب النت أو لعبة طاولة، بس طبعا أستاذ محمد المغربي اتكلم طبعا مساحة صعب إن أنا أقولها، لأن دي محتاجة حوالي 4 صفحات في التفسير، ويمكن بس
هضيف بس اللي قاله الاستاذ محمد المغربي في المناهج اللي ممكن نتعامل بيها مع السيد السمري، منهج الشكلاني او شكلانيه الرموز، لان السيد السمري انا شايف ان هو نوع من التجديد للواقعيه الاجتماعيه اللي كان بيشتغل بيها صلاح عبد الصبور في منتصف الخمسينات وبدايه الستينات. والمشكله ان بعد صلاح عبد الصبور توقف هذا المد لاسباب كتيره قوي. الدكتور غالي شكري قال عليها، من ضمنها مساله الانفتاح والتغير الناحيه الراسماليه، فده كسر الفكر الاجتماعي، الواقعيه الاجتماعيه ثم الواقعيه النقديه ثم الواقعيه الاشتراكيه اللي بينتمي ليها السيد السمري في بعض القصائد اللي تكمله او استثمار او تطور عن صلاح عبد الصبور، لان صلاح عبد الصبور بدا يتجه الى الانسان العادي، الانسان البسيط، القهوه، النرد، الشعر المهموس اللي هو قريب من الناس قوي وبعيد عن التعبيريه والتعبيرات الفخيمه والغموض والحاجات دي. فالسيد السمري كان الى حد ما بدا يعمل تطور بعد 60 سنه من عند صلاح عبد الصبور، والتطور ده موجود من خلال المنهج الشكلاني او شكلاته او الشكلانيين الروس، موجود عنده تناص حتى في القصيده اللي هو قالها والله حلوق وتحلى وحلقهم، يبدا يعمل تناص على اصوات اخرى، وموجود عنده بوليفونيه في اصوات متداخله واحيانا كاكوفونيه، اصوات مختلفه او ضد بعض، وده موجود لما في القهوه ناس قالت وناس اختلفت. في موجود عنده زمكانيه، الزمن عنده الى ما لا نهايه، المكان متغير مش ثابت، فعنده شغل بختين. الزمكانيه عنده الاغتراب، الشخصيه مغتربه ما بتنتميش الى واقع ما، وبالتالي عنده ما يتعلق بالتوافقية اللي بيتميز بها الإنسان المصري تحت ضغط الحكم. في نهاية القصيدة أما بيجيله الشرطي ويقول له يهدده بطاقتك الهوية، طب ما معكش، لو ما معكش هوديك السجن. في الآخر كعادة المصريين في التوافقية بيقول عند مساء، وبيرد على نفسه عند مساء، لأنه ما عندوش مساحة إن هو يقول. حقيقة السمري كان شغال بنضج عالي قوي للواقعيه الاجتماعيه، الواقعيه النقديه، الواقعيه الاشتراكيه. والحقيقه انا كنت شايف انه بيكتب قصه قصيره اعلى بكتير من الشعر. حقيقه في القصيده دي في حكي، في وصف، في حوار، هو اقرب للقصه القصيره. والشغل قريب قوي من نجيب محفوظ في بداياته في الواقعيه الاجتماعيه، قريب قوي بعد كده من يوسف ادريس في الواقعيه النقديه والاختلاف، قريب قوي من عبد الرحمن الشرقاوي في الارض في الواقعيه الاشتراكيه. فهنا في تمدد في اشكال الواقعيه، واعتقد ان ده زياده شويه عن صلاح عبد الصبور بعد 60 سنه. حقيقه السيد السمري المفروض انه يتقرا كتير، وعشان كده انا سعيد بنادي الادب، نوادي الادب، نادي الادب المركزي اللي هو بدا يلمس على شاعر فصحى الوظيفه بإعادته كتير عن قراءاته او دراساته، او لانه طبعا هو زي ما قال اخونا سيد منصور هو عنده نوع من الحياء، فبحكم مركزه او وظائفه كان من الصعب قوي ان هو يقول لك نقرا اعمالي او نقرا ديواني او يقول قصايد، فكان دايما بعيد عن انه شعره يبقى مقري للناس، مش ان هو يقراه، ان الاخرين يقروه. فطبعا لما المغربي يتكلم عنه بقراءة أشعاره رؤية مختلفة، أنا ممكن أقرأ زي ما كنت عامل في القصيدة بتاعه. هنا ده تميز، لأن إحنا
باستمرار في ناس كتيره قوي الوظيفه بتظلمها، ما بتخليناش او الحياه. مثلا عادل الشربيني لما بقى رئيس النادي من الصعب ان انت تقرا عادل الشربيني. محمد فاروق لو بقى رئيس النادي هيبقى محرج. صابر عبيد لما حولنا مره واثنين لا انا رئيس نادي دلوقتي. في نوع من الشوك كده بيشوك اي واحد يمسك وظيفه وكانه عيب او كانه بيستغل مركزه، لدرجه ان انا لما كنت ماسك مجله المرجان وحاولت ان انا اعمل دراسه لاحد قصائد السمري، كان هو اكتر الناس اللي رفضوا ان لولا بعض الناس ضغطوا عليه ووافقنا ان احنا ننزل، لكن هو حكم الوظيفه لا. فدي مشكله اعتقد ان تحرره من الوظيفه ممكن يخلينا بعد كده بقى نبدا نقرا له في نوادي الادب في بورسعيد، في صالون الامواج عند الاستاذ محمد المغربي، في صالون الشرق عند نجم سليمان، نبدا نعيد قراءه لشعراء كتير عندنا احنا بنستبعدهم رغم براعتهم وكتابتهم بسبب الوظيفه. الوظيفه احيانا بتبقى مدمره للمبدع، لان السمري معلش انا اسف، السمري كاتب فصحى هايل قوي كبير. انا قريت له من زمان، علاقتي بيه اكتر من 30 سنه. انا كنت متخيل ان انا اتكلم عنه كمدير عمل، لان حضرنا مع بعض مؤتمرات، من ضمنهم مؤتمر في الاقصر 2006، مؤتمر في شرم الشيخ. حقيقه كان هايل قوي، عمل شغل كتير على المستوى الاداري، بس طبعا الوقت لا يسمح. معلش انا اسف يا استاذ سيد، الوقت لا يسمح، رغم ان انا كنت عايز اتكلم عنه كمدير، لان خروجه للمعاش اعتبره هزيمه للابداع في بورسعيد. ليه؟ لانه كان على مدى 30 سنه بيخلص اشكاليات كتيره قوي. انا بتكلم كمدير عمل، انا كنت مدير عام وطلعت رئيس قطاع، انا فاهم ده كاداري. في ناس ممكن تبقى مسؤوله عن مشروع حلوين قوي، ده بيسموه المانجمنت، اداره المشروع. لكن المانجمنت مدير المشروع مش ادمنستر، ممكن ما يبقاش مدير افراد، فممكن يبقى مدير المشروع فاهم المشروع كله بس يفشل في التعامل مع افراد المشروع. ناس قليله قوي اللي بتبقى قادره على الجمع بين الاثنين، ده بيبقى موهوب. مش اي حد ممكن يبقى اداري، لازم يبقى موهوب يجمع بين الاثنين، اداره المشروع كله واداره الافراد. سيد السمري كان بينتمي لده، انه يعرف يدير مشروع كبير ويعرف يدير الافراد. يعني لو في خلاف ما ممكن يتدخل ويحل الاشكاليه، رغم ان ده بعيد عن المشروع. ممكن يقول لك السلام عليكم انا بره الموضوع، فكوا نفسكم مع بعض. لا، وده حضرته في الاقصر وحضرته في شرم الشيخ. تدخل كمدير عمل رغم ان هو كان حاضر كأديب، لكن هو قال لائحه كويس، مذاكر كويس، بيحل اشكاليات جيده جدا. فده هيبقى خساره كبيره للادب في بورسعيد، لان مش اي حد هيعرف يبقى مدير عمل او مدير افراد. ما تستسهلوش كده، لما تروحوا اي فرقه كوره تلاقي المدير الفني حاجه والمدير الاداري حاجه تانية. من النادر ان حد يجمع بين الاثنين، صعب قوي. انا بتكلم كمدير شغل. فالسيد سمري عنده القدره دي انه يقدر يبقى مدير للمشروع كله ومدير للافراد، كل فرد لوحده يعرف يعمل حاجه اسمها التوصيف والتوظيف، يوصف مفردات الشخص ثم يعيد توظيفه في الوظيفه اللي تستحقها. المساله صعبه قوي مش سهله، وبالتالي احنا كأدباء اعتقد ان مساحه الخساره هتبقى كبيره. انا ما بشتغلش بنظام ربنا يسهل واللي راح لا، بنشتغل بنظام المعايير. عشان كده انا بتكلم كمدير. بالفعل خساره كبيره لإدارة الثقافه
في بورسعيد، وانت هتشوف ده على مدى الايام. من الصعب تعويضه، من الصعب قوي ان نعوض شخصيه اداريه. دي مشكله مصر، اي مشكله في مصر على فكره سببها الاداره، اي مشكله الاداره بالذات، اداره ناجحه اداره فاشله. السيد سيمن يحاول يلصم الثقافه في بورسعيد على مدى 30 سنه. خروجه، ويمكن الناس اللي اشتغلت في الثقافه مثلا زي الاستاذ احمد خضير فاهم ده كويس قوي كمدير عام، عارف كويس قوي وضع السيمري في الاداره، هو عارف ده كمدير واحيانا وكان رئيسه. اللي انا بقوله ده هو عايشه وعارف كويس ان خروج السيمري من الصعب تعويضه، وبالتالي الادباء هيدفعوا الثمن. هيجتهدوا، بس هل هيقدروا يكملوا؟ الاحباط، المعاناه اللي اعتقد ان على قد ما احنا سعداء بعودته الى ساحه الشعب، على قد ما انا حزين بخروجه من اداره الثقافه بورسعيد. اشكركم. استاذ سيد العريوطي مدير امن ثقافه بورسعيد لظروف انصرافه مبكرا، اتفضل. عبد الهادي اطفي السيجاره. السيجاره بعد اذنك. استاذ محمد عبد الهادي اللي شرفنا النهارده وده نادرا. 3 دقايق. اتفضل. والله 3 دقايق ان شاء الله. طب هو انا بس في البدايه انا هقول 3 دقايق يا استاذ، انا هقول 3 دقايق يا استاذ واسيب لك بقيه الوقت. انا هقول 3 دقايق. في الاول بس عايز اشكر الاستاذ الكبير الاستاذ محمد المغضبي رغم افضالي الكثيره علمني اليوم درسا لن انساه، كيف تحافظ على السياج المفروض ممن كان تفعل ما المفروض ان يتم فعله. الصوت كده اعمل ايه؟ كان من المفترض ان اجلس الى هذه الطاوله لاناقش اعمال السيد السبري.
ثم تم منعنا منها، أو فلنقل أثرت السلامة وخفت من الملامة، يعني قررت أن يقتصر يعني مداخلتي في هذا اليوم على علاقتي بالسيد السيد. فعله الأستاذ محمد المغربي درس كبير، إنه فعلا ما كان يجب أن يفعل. أنا أشكره على ده. إنه العلاقة بيني وبين السيد السمري طويلة إلى حد كبير. يجوز أنا عرفته قبل صداقتي به، يعني في أواسط التسعينات، ثم تطورت المسألة إلى الصداقة. حقيقة في هذا الوقت الذي يقارب الربع قرن تقريبا، لم يحدث يوما أن تجاوز أحدنا في حق الآخر، وحتى لم نجرب خصام رجلين على خلاف. المدهش في المسألة أن طبائعنا أنا والسيد السمري لا تتفق هذه الحالة. ما حدث أنني أدركت أن التعامل مع السيد السمري له ضربين، أحدهما هو الأقل، والتعامل مع هذا الإداري المخضرم الذي تكلم عليه الأستاذ أسامة المصري، لأن معظم من اشتبك مع السيد السمري أو دخل في خلاف معه هو في الحقيقة دخل في خلاف مع اللوائح القوانين، ليس مع شخص السيد السمري. وهنا كلما ثبت اللوائح والقوانين ينظر لي السيد السمري نظرته الشهيرة التي تعرفونها جميعا ويقول أنتم، هو يقصد الأدباء، من وضع هذه اللوائح. بهذا ينتهي الخلاف. كل من وضع خلافا بينه وبين السيد السمري كان مخطئا، أن الخلاف كان في اللائحة ليس في شخص السيد السمري. الجزء الثاني أو الضرب الآخر في التعامل مع السيد السمري هو تعامل الصداقة. أعتقد أن الصداقة هي الأخرى لها اللوائح القوانين التي تحكم. أعتقد أن رجلين يظلان على هذه المدة مهما كان الخلاف، مهما كانت العصف الذهني الذي يمارسونه سويا، ولا يتم الضغط عليهم بأي شكل ليخطئوا في حق الآخر. السيد شخص ودود جدا، لطيف جدا على المستوى الإنساني. ربما هذا وقت جيد لأعتذر له لأني قصرت كثيرا في السؤال عليه في يوم من الأيام. هناك قناع خفي عند السيد السمري، قناع بالمعنى الديلارتي كما يقولون في المسرح، ليس قناعا يعني يخفي وراءه لا، قناع يمثل شخصية ما. السيد السمري كما قال الأستاذ أسامة لا يصدر نفسه بأي حال باعتباره شاعر، ويعلم تماما مسؤولية منصبه، يعلم تماما أنه تجاوز هذا المنصب، رغم أنه يعني عضو مجلس إدارة نادي أدب بورسعيد لفترة طويلة، يعني لم يصدر نفسه بأي حال من الأحوال باعتباره شاعر، باعتباره يستحق أن يقرأ. لكن بالمصادفة كنا نتسكع أنا وصديقي الشاعر الكبير الأستاذ محمد فاروق، نتسكع كأي صعلوكين شريدين في شوارع بور فؤاد قبيل الفجر. أحببت أن أذكره بشيء حدث في أوائل الألفينات. أعتقد السيد السمري كان ينشر في الدبل بيج الشهير للأهرام المسائي. ضحك محمد فاروق وقال لي إنه هو ما من شاعر إلا ونشر في الأهرام المسائي. قلت له لكن السيد السمري لم يكن ينشر مثل الشعراء، كان للسيد السمري عمود مخصوص يبنى باسمه أيضا، سمريات، ثابت في الدبل بيج الشهير المستطيل الزحمة ده،
كان السيد له الملك ثابت فيه من أوائل الألفينات. سيد شاعر يمتلك حس قوي وجميل. أنا أعتذر له حتى إن أنا ما كتبتش النهارده وما جيتش أقرا في شعر. هذا تنازل رخيص مني لابد أن أعترف بيه. ما أقدرش أقول له أكتر من كل سنة وأنت طيب يا سيد، عمر طويل ومديد في هناء وراحة بال، ويديم على صحبيتك يا أخي. شكرا محمد عبد الهادي الجميل الودود اللطيف. انا مش عارف انت زعلان مني ولا ايه، لكن اللي انت بتقوله ده يعني نستبعده النهارده. احنا بنحتفل بسيد كده عمالين نبوس فيه، السيد العيد طلع بس ما زال الاحتفاء قادم. نقطعه وانا عندي دواوين، ده انا هجيب لك نسخ كتير من دواوينه، ده انا عندي دواوين قد كده نسخ منه. طيب مسك الختام مع استاذنا تاج راسنا طبعا محمد عبد القادر. مساء الخير اولا. يعني انا برضه من الناس اللي ساعدت بالتعامل مع السيد يعني فتره طويله، والحقيقه اخونا اسامه المصري استفاض يعني في مساله العلاقه اللي كانت بين الأدباء وبين السيد في الوظيفة واللوائح اتكلم عنها أخويا محمد عبد الهادي. لكن أنا عايز أقول يعني إن السيد في التسعينات، من أوائل التسعينات يعني لما كان ماسك الثقافة العامة، كنا احنا طبعا أكبر منه عمرا، يعني المسافة بيننا وبينه كانت كبيرة. وكنا مجموعة يعني من أول رحمة الله عليه عم كامل عيد، مرورا بالأستاذ حامد البليسي والأستاذ محمد الخولاني وسامر المعوض رحمة الله على الجميع يعني. وكنت أنا وإبراهيم الباني وقاسم عليه وسامح درويش تقريبا يعني أكتر ناس اتعاملت مع السيد في مسائل مثلا النشر، لما كنا بنبقى احنا في اللجان اللي هي بتراجع الكتب اللي هي يتم نشرها، وكان بتحصل مشاكل بيننا وبين الناس وبين السيد، وان السيد لما كان بيجي ينفذ اللوائح زي ما قال محمد عبد الهادي، الناس ما بيعجبهاش اللي عايزين ينشروا او اللي عايزين يطلعوا المؤتمرات او اللي عايزين يبقى لهم عضويات في نوادي الادب الى اخر كل الكلام. السيد ما كانش، رغم الفارق الكبير بقول لحضراتكم في العمر بيننا وبينه، اولا كنا بنحس ان هو من سننا في التعامل يعني، ما كناش بنحس ان هو صغير عندنا في السن بقدر يعني قيمته الوظيفيه. هو كان بيحل عقد كتيره جدا، وكان بيناقش الناس بموضوعيه كتيره جدا. انا لما كنت في لجنه القراءه اكتر من مره السيد يقول لي خلي عينك على الشاعر ده هيبقى شاعر كويس مثلا، يعني حد من الناس اللي هتنشر. وانا مثلا اجي اقول له المستوى يعني ما يستاهلش يا سيد، يقول لي طيب راجع كده، طب بس راجع، طب عيد كده وجهة نظرك مرة أخرى، أو يعني انزل في أغوار العمل كده مرة واثنين وثلاثة. المهم، وكانت بتبقى النتيجة إنه الشاعر اللي هو بيقول عليه إنه هو يستحق النشر بينشر وبيطلع. وفعلا شعراء كتيرة السيد السمري دفع بهم
أو يعني وقف معاهم وساندهم في إنهم ينشروا أو يدخلوا الساحة الأدبية واندفعوا فعلا وبقوا أسماء مهمة. ناس كتيرة كانت بتزعل بقى من السيد لما يكون في مسابقة أو يكون في حالة من الحالات دي وما يتوفقوش فيزعلوا من السيد. هم ما كانوش يعني يستحقوا إن هم لا ينشروا ولا يدخلوا الساحة الأدبية ولا يبقى لهم وضع إلا لما يستعيدوا قدراتهم أو ينموا إمكانياتهم أو يبقوا يستاهلوا يعني إن هم يبقى في هذا المقام. السيد كمان كانت علاقته بالإدارة في القاهرة بالنسبة للثقافة العامة أو بالنسبة للإدارة في الثقافة الجماهيرية كانت علاقة جميلة وعلاقة وثيقة، وكان من خلال هذه العلاقة بتسهل لنا إحنا كأدباء مأموريات كتيرة جدا. يعني إحنا كنا بنطلع ندوات بره بورسعيد من خلال علاقة السيد بالثقافة. أنا واحد من الناس طلعت حاجة اسمها القافلة الثقافية. فالقافلة الثقافية كانت بتقعد مثلا بال15 يوم. أطلع من بورسعيد معايا 3 شعراء من أنحاء مصر يعني، أو نطلع من بورسعيد على دمياط، ناخد يوم في دمياط ونعمل ندوة أمسية كبيرة جدا، ونطلع من دمياط على المنصورة. لما نروح دمياط ناخد معانا شاعر من شعراء دمياط يمشي معانا في القافلة، وبعدين نروح المنصورة نقضي يوم، وبعدين نطلع من المنصورة على كفر الشيخ، ومن كفر الشيخ على البحيرة، والبحيرة على اسكندرية. دي كانت القافلة بتاعت بحري، ونطلع نرجع على الجيزة، وبعدين بعدها مثلا بشهر نقوم طالعين من الجيزة لغاية أسوان. بس كل يوم نطلع من الجيزة على بني سويف، الفيوم، المنيا، أسيوط، سوهاج، إلى الأقصر حتى لغاية كوم يعني. لكن بقى المحافظات بتاعت قبلي عشان ما اطولش عليكم يعني كان بيبقى فيها أكتر من يوم، القافلة أكتر من يوم. يعني مثلا إحنا كنا لما نروح مثلا أسيوط نروح أبو تيج ونروح ساحل سليم ونروح بلاد كده، والناس هناك كانوا بيحبوا الشعر جدا جدا، والجماهير كانت بتبقى بالمئات، والصالات اللي بتبقى مليانة عن آخرها من الناس. أقصد يعني أرجع إنه ده كان بيتم من خلال علاقة السيد بالإدارة في الثقافة الجماهيرية وبينه وبين الشعراء مثلا في بورسعيد. كان بيحارب عشان بورسعيد في اتحاد الكتاب، ويحارب عشان بورسعيد في كل المنتديات أو في المؤتمرات العامة يعني إلى آخره. لكن كل الناس برضه قالت إن السيد فعلا الظلم فيه إنه ما خدش حقه من الإضاءة في أعماله. أولا السيد كان منعزل عن الندوات، ما كانش بيحب يشارك في الندوات أو بصفته راجل موظف مسؤول عن الثقافة العامة، أو إلى حد ما تدرج لوظيفته كرئيس للقصر. كان بيبقى في منأى أو في متباعد جدا 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 عن إنه يشارك في الندوات. حتى لما كان بيطلع مؤتمر ما كانش بيشارك في الندوات بقدر ما يشارك في حلول المشاكل أو الإجراءات أو إلى آخر كل الكلام. فهو السيد الظلم فعلا إنه ما خدش المساحة من الزمن اللي تخليه الناس تقراه، أو إن هو يطلع يقول أشعاره والناس تسمعها، أو إن هو حتى يعني حتى مش في بورسعيد بس، بره بورسعيد. يعني إحنا كنا بنروح نلف بلاد الدنيا والسيد شاعر بيقول شعر جميل ومتقدم وتكنيك ورؤية وإلى آخر كل القواعد الجميلة بالنسبة للشعر، وهو متفوق على شعراء كتير جدا
كانوا بيروحوا يلفوا شمال ويمين وشرق وغرب. ناس شعراء سافروا بره مصر، مثلا كان السيد أحق منهم كتير جدا في المؤتمرات العربية. يعني الثقافة العامة قبل كده طلعت، أو الثقافة الجماهيرية طلعت ناس في سوريا، وطلعت ناس في العراق، وطلعت ناس في الإمارات، وطلعت ناس حتى في السودان وفي المغرب في منتديات الشعر. وكان ممكن جدا السيد لو مش موظف ياخد فرصة من الفرص دي. فالحقيقة إن هو يعني نأى بنفسه عن إن هو يبقى فيه الجناحين. هو بقى اشتغل بجناح واحد اللي هو جناح الوظيفة، وخلى الجناح التاني في السر. لكن احنا يعني نتمنى طبعا ان السيد بقى يركن الوظيفة على جنب، خلاص مع السلامة. وزي ما قال أسامة ان خروجه خسارة فعلا يعني كبيرة، لأن احنا لحد الآن وبكرة احنا لغاية قريب جدا يعني النادي المركزي الأسبوعين اللي فاتوا كان فيه نشر وحاجات، وبقينا كل شوية نتصل بالسيد نعمل ايه في دي وما نعملش ايه في دي. طب والدرجات تبقى مش قد ايه، ولو من 100 تبقى من كام، ومن 10 ما اعرفش ايه، إلى آخر كل القواعد اللي هي خاصة بمسألة النشر والكلام ده. بنسأل السيد، وبكرة وبعده كان لنا عمر هنسأل السيد، لأنه هو ملم يعني بالمسألة جدا. وكلنا من يعني كمان عايز أقول إن الناس بقى اللي زي ما قالوا كانت بتزعل من السيد وبتخاصم السيد وبتبعد عن السيد لأسباب متعلقة بالأدب وفرص النشر أو فرص الظهور أو فرص الوجود في المنتديات الأدبية دي. ناس الحقيقة يعني ملهاش حق وظلموه في هذا الشأن، لأن هو الراجل كان ملتزم باللوائح، واللوائح هي اللي كانت معقدة الأمور بينه وبين الشعراء اللي هم مش شعراء يعني، عشان بس إيه المسألة تبقى حقيقة، أو حتى كتاب القصة القصيرة أو الرواية إلى آخره. أنا برضو الناس اللي بقول لحضراتكم بنتمنى للسيد حياة مديدة إن شاء الله، إن شاء الله يبدأ من جديد. يقولوا كانوا زمان إن الحياة تبدأ بعد المعاش. أنت انطلق وإن شاء الله هنسمع وهنشوف إنك أنت أخذت مكانتك كأديب بورسعيدي في وسط الأدباء وعلى مستوى مصر والوطن العربي. شكرا. شكرا أستاذ محمد. هنفتح دلوقتي المجال للمداخلات، اللي عايز يقول كلمة اتفضل يا أستاذ محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا شرف ليا ان انا اكون موجود في هذه الامسيه التي يحتفي بها الادباء بالشاعر السيد السمري مدير قصر الثقافه ببورسعيد. السيد تربطني به علاقه وطيده جدا، لانني شرفت ان يكون الى جواري قيمة إدارية متميزة ومتحققة زي ما أشار الأستاذ أسامة المصري. السيد شاعر جميل، وأنا عندي ديوان الشعر بتاعه اقطف زهرة موجود عندي في المكتبة. شاعر متميز، ليه قيمة وليه إحساسه الأدبي الرائع. وفعلا زي ما اشار الاستاذ محمد عبد القادر ما خدش حظه. اقسم بالله وانا خارج للمعاش قلت لرئيس الهيئه العامه لقصور الثقافه خير من يتبوى المنصب ده بعدي السيد السمري، وكنت بزكيه لان هو يستحقه. وبالفعل كان املنا ان السيد موجود، فالحراك الثقافي متميز،
النهارده السيد بيخرج للمعاش، ربنا ييسر والثقافة الجماهيرية يعني تأكد أهميتها زي ما كنا زي أيامنا، يا ريت. لكن بالأمانة أنا طبعا بتمنى كل الخير للشاعر المبدع السيد السمري في المرحلة القادمة. ويمكن أنا خرجت بقالي 10 سنوات وما زلت متواجد في الحراك الثقافي في بورسعيد، وفاعل يمكن أكثر مما كنت أتبوأ المنصب الإداري. أزعم أن السيد سوف يكون في هذه المكانة بإذن الله. شكرا. شكرا للاستاذ محمد خضير. استاذ صابر اتفضل. استاذ صابر العبيد رئيس نادي ادب النصر. مساء الخير على حضراتكم جميعا، وتحياتي للمنصه الموقره الاستاذ محمد عبد القادر والاستاذ سيد السيماني والاستاذ سيد منصور. الحقيقه انا بيحضرني حديث الرسول عليه الصلاه والسلام حينما قال: الا انبئكم باكبر الكبائر ثلاثا: الشرك بالله وعقوق الوالدين وشهاده الزور. عافانا الله واياكم من شهاده الزور. الحقيقه انا بسترجع الحديث ده لاني انا قصاد شهاده دلوقتي وشهاده حق، ويعلم الله عز وجل لا نقول الا الحق. فالحقيقه السيد السمري انا ما التقيتش بيه، وعلى الصعيد الشخصي ما كنتش اعرفه. يمكن قابلته في اليوم الثاني لما انتخابات نادي ادب النصر المره الثانيه، وطلعنا وقعدنا في اوضته ولم يكتمل النصاب. كان اول مره التقي بيه، ما اعرفوش ولا خدت تليفونه ولا حتى هو معايا في الاصدقاء، ما اعرفوش، معرفه سطحيه. فالمهم الموضوع كان معقد وما نعرفش ايه اللي هيدور في نادي ادب النصر، وسكتنا وخلصنا كتبنا الناس اللي حضرت والحاجات دي، وتوكلنا على الله مشينا وقلنا خلاص بقى ما نشوفوا بقى القانونيين واصحاب الخبره والدارسين للوائح هيعملوا ايه. فالمهم مرت الايام طويله وفوجئت بالتليفون جاي لي من هيئه قصر ثقافه بورسعيد بتكليفي برئاسه نادي ادب النصر. شكرا. فبحثت ايه الموضوع وايه القصه. فكان ساعتها الاستاذ سيد السمري مدير قصر الثقافه. فلما جيت طلعت على القرار اتلاقيت السيد السمري اللي كلفني برئاسه نادي ادب النصر بصفته نائب لهيئه قصور الثقافه ببورسعيد. فالحقيقه طب يعني مفيش بينه وبينه حاجه يعرف عني ايه؟ لا. فعرفت بقى ان السيد السمري اصلا يعني الحمد لله والشكر لله لائحي وقانوني، ويعني دي اول حاجه بيسترشد بيها. ثانيا هو بحث مين الاقدر او مين اللي حق. طبعا ان شاء الله نتمنى ان احنا نكون عند حسن ظنه. ويمكن انتم شايفين التغيير النوعي اللي حصل في نادي ادب النصر، ويمكن انا قابلت التكليف عشان خاطر ثقه الاستاذ سيد فيا، وان شاء الله نشرفه ونكون قد الثقه دي. وبدانا فعلا نغير، واي حد كان يمسك نادي ادب النصر كان هيكتئب بامانه. يعني مش ممكن، مفيش نادي خالص حتى الان، مفيش اي حاجه ولا حتى اعضاء. يعني انت متخيل انت ماسك حاجه ورقه نادي ادب النصر ورقه. طب ماشي، لا احنا قد التحدي واحنا بطبيعتنا مقاتلين. ان شاء الله هنكمل المشوار وهننصفه وهنكون ان شاء الله موجودين وباذن الله متقدمين. فالحقيقه انا عايز اقول للاستاذ السمري اولا قبل ما يكون شاعر كبير، وانا اتفاجئت بالمستوى النهارده ما شاء الله. يعني لا ده احنا بنرحب بيه شاعر كبير في وسطنا وقائد كمان. فعلى الصعيد الانساني لا انسان جميل وانسان محب للثقافه، ولما بيختار حكم ضميره اول ومهنيته وامانته. فانا بشكره وبقول له ان اي نجاح لنادي ادب النصر حاليا اللي ينسب الفضل للاستاذ سيد السمري. بتمنى لك التوفيق، بتمنى لك ان شاء الله في حياتك القادمه الاحسن والافضل. تستاهل كل خير، وشكرا ليك. شكرا. محمد باشا رؤوف. الشوايه اتلغت يا استاذ سيد. نعم. الشوايه اتلغت. انا كنت السلام عليكم. طبعا اليوم كان اختيار العنوان طبعا اليوم في حب السيد السمري الشاعر الكبير السيد السمري كان عنوان موفق. طبعا انا تربطني بالاستاذ سيد علاقه قديمه قوي، يعني
منذ نعومة أظافري. أنا طبعا وصديقي الشاعر محمد فاروق يعني كان دخولنا نادي الأدب وإحنا في بدايات التجربة يعني كان طبعا نادي الأدب فيه فطاحل في الشعر، يعني جيل الرواد وجيل الوسط وجيل الشباب، وكنا احنا بقى يعني بعد جيل الشباب كمان. والحقيقة يعني لقيت دعم كبير في نادي الأدب. يعني في الأول ما كناش طبعا بنقول شعر ولا نجرؤ نقول شعر طبعا في وسط الناس اللي حاضرين. يمكن قعدنا سنين كتير نسمع، بس يعني نسمع وطبعا خايفين نقول أصلا، لأن ما كانش في قصيدة بتمر مرور الكرام يعني. يشهد على ذلك طبعا صديقي محمد فاروق. يعني كان في تعليقات من كبار الشعراء على كل حرف وكل جملة وكل تشكيل، سواء بتكتب فصحى بقى بتكتب عامية، تعليق على الأوزان وتعليق على العروض. المهم تطورت التجربة يعني، وبدأنا نقدم للنشر بعد سنين طويلة من الممارسة والاحتكاك، ولقينا دعم الحقيقة من الأستاذ سيد السمري وتشجيع إن احنا نقدم في النشر الإقليمي بعد 10 سنين كتابة أو أكتر كمان يعني. كان أول ديوان بيتنشر لصديقي الشاعر محمد فاروق عقدة أديب، وبعدين أنا بعديه كان ديوان العشم. ويعني أنا في القريب العاجل يعني الديوان يبقى موجود بين إيديكم طبعا تانية إن شاء الله، لأن الديوان ده تنسيقه كان تحت إشراف الأستاذ سيد السمري، وكلمني من المطبعة يوميها وقال لي احنا لازم نقصر الكتاب عشان اللائحه بتقول عدد الصفحات يبقى كذا. فقلت له لو هتشيل حاجه من الكتاب شيل السيره الذاتيه، لكن ما تشيلش قصيده من الكتاب. فقال لي يعني شيل، قلت له شيل بس ما تشيلش قصيده، شيل اي حاجه عني شيلها، لكن سيب القصايد زي ما هي. قال لي خلاص توكلنا على الله. ويعني من افضل الكتب اللي طلعت لي كشكل وكاخراج كان الديوان ده، وكل اللي شافه بعد كده اصبح تقليد يعني في النشر الاقليمي ان يكون الشكل هذا الديوان هو الشكل الامثل يعني لخروج اي ديوان شعر بعد كده. بعد كده تعاملت معاه بقى كرئيس نادي ادب بعد فتره طويله يعني. يمكن ما دخلتش نادي الادب ده كرئيس الا بعد 25 سنه او 20 سنه كتابه يعني. قررت ان انا اخش مجال الإدارة يعني، والحقيقة كانت تجربة ناجحة جدا، لأن كنت قبل كده أسمع بقى السيد السمري بيعطل، السيد السمري بيوقف، السيد السمري، فأنا قلت أخد التجربة. فلقيت والله على العكس تماما، لقيته يعني بيتعاون معايا وبيذلل العقبات. وأنا قعدت 4 سنين، سنتين منهم قائم بالأعمال وسنتين منتخب. في ال4 سنين عملت 3 مؤتمرات. في الحقيقة لقيت كل الدعم والله من الأستاذ سيد السمري، ووفرنا وتواصلنا مع المحافظة وجبنا مواصلات للأدباء، وجبنا أكثر من 100 أديب ضيف، ووفرنا لهم الوجبات والإقامات، وعملنا دعاية. وآخر مؤتمر حتى أتذكر كان رئيس الهيئة اتغير، وجه الدكتور أحمد عواد قبل المؤتمر بأسبوع. كان قرار جريء. انا قلت له يا استاذ سيد انا هغير كل المطبوعات وكل البنرات وهحط اسم الدكتور احمد عواد. كان مؤتمر يوم واحد. فقال لي انا معاك، مع ان ده ممكن يعني يتعارض مع اللائحه، لان خلاص اللي مطلع القرار رئيس الهيئه الاسبق. فانا قلت فرصه ان الدكتور احمد عواد يحضر، فلما هيلاقي اسمه على البنر في اول فعاليه، وانا دعيته له الاستاذ سيد السمري فرحب وحضر، والمحافظ حضر ورئيس الاقليم حضر. وكان مؤتمر الحقيقه يعني كان مؤتمر يعني جيد، انا مش هقدر اقول عنه حاجه غير جيد يعني الناس تقول. وبعد كده كررنا التجربه مع زميلي وصديقي عادل الشربيني في رئاسه نادي ادب النصر وامين عام المؤتمر، ورئاسه الدكتور يوسف نوفل. وكررنا التجربه وعملنا مؤتمر انجح من اللي قبله، وكل ده والله كان تحت اداره الاستاذ سيد السمري، هو اللي كان بيذلل كل العقبات، رغم ان كنا بنشتبك معاه. يعني كنا بنشتبك معاه، لكن برضه هو كان في النهايه بينصاع لراي الادباء، لان الدم بيحن بقى، انتوا عارفين ان هو اديب يعني، والدم بيحن في النهايه. على المستوى الادبي انا شايف ان هو اثر في تجربته كتير، وادى من عمره كتير للاداره على حساب انه اديب، وعلى حساب تجربته الشعريه. وانا اتمنى ان هو بقى يستثمر الفتره اللي جايه في انه يطلع لنا منتج ادبي جديد
ونناقشه بقى ونشوفه يعني التجربة اتطورت ولا لسه ولا ايه. ومبروك طبعا خروجك للمعاش، لان دي فرصة كبيرة ان انت تتفرغ للكتابة. وقدم بقى على منحة التفرغ انت كمان، وعشان نبارك لك وتجيب لنا التقطيع، والاستاذ سمير قاعد ورا اهو عشان تجيب لنا التقطيع ونحتفل. وشكرا ومبروك. شكرا للاستاذ محمد رؤوف. الاستاذ عادل الشربيني. الله ينور. بعد كل المؤتمرات ما شفناش تقطيع احنا على فكره، ولا شفنا حاجه. طيب الاستاذ محمد رؤوف. محمد رؤوف، واللي قاله استاذ اسامه المصري واستاذنا الغالي استاذ محمد عبد القادر ان هو ظلم على المستوى الادبي، ولكن طبعا ده اتعوض على المستوى الاداري. المستوى الاداري اللي اخذ منه كتير طبعا، وانا مش عايز اكرر نفس الكلام، ولكن اللي ينكر دور استاذ سيد السمري في الحركه الثقافيه والادبيه لمحافظه البورسعيد يبقى جاحد. هو يستحق اكتر من كده بكتير. انا عايز اقول ان يمكن هو رفض التكريم، احنا عرضنا عليه فكره التكريم اكتر من مره، ولكن رفض التكريم كاداري، ولكن رفض التكريم بشكل على المستوى الاداري. فاحنا طبعا ما نقدرش ما نكرمش الاستاذ سيد السمري، فقررنا ان احنا نكرمه كشاعر وكاديب، لانه هو كان له دور كبير جدا في كل النجاحات السابقه زي ما ذكر محمد رؤوف. فانا بشكره ان هو قبل ان هو يتكرم من خلالنا. وطبعا اليوم النهارده تكريمه واحتفائي اكتر منه ما هو مناقشه، وان كانت رغبته هو عكس ذلك، ولكن احنا ما نقدرش ما نكرموش. فانا بشكره جدا على قبوله، وبشكر جميع الحضور اللي حضروا النهارده وشرفونا، وشكرا. شكرا للاستاذ عادل رئيس نادي ادب بورسعيد. الاستاذ محمد فاروق. السلام عليكم. بداية قبل ما أدخل في موضوع الندوة، عايز أبارك لأصدقائي الأدباء بجواري الأستاذ سيد منصور وصديقي أحمد عطوة لحصولهم على منحة الدولة لهذا العام. تحية كبيرة ليكم، ولازم نسافر الأسبوع ده. وبرضو ما انساش ان السنه دي الادباء قدموا في الموسم المسرحي اللي انا قلت عليه موسم متواضع، ولكن في اولى تجارب صديق الشاعر محمد رؤوف يحصل على جائزه على مستوى مصر في الديكور. فتحيه كبيره لمحمد رؤوف. والغالي عننا صديقنا الشاعر الكبير طارق علي بيحصل على المركز الثالث في شعر عن نص قومية اسماعيلية، مش فاكر اسمه، انا اسف. وطبعا عندنا مسعود شومان اخذ مركز تاني عن عرض الحياة حدوتة في بورفؤاد. الصقر. ايه؟ وعرض الصقر برضه. وايه؟ عرض تاني الصقر واخدها عن عرضها. عايز ابدا كلامي ان انا كنت اتمنى طبعا ان يكون التكريم تكريم كبير يليق طبعا بالحدث الثقافي مع وزير ثقافه بورسعيد كما اطلقت عليه استاذ سيد السمري من قبل الاداره، ولكن نحن اولى بكم. فشكرا للساده الحضور وكل الناس هنا جايه تكريم ليك، واعتقد ان الندوه بسم الله ما شاء الله. وفكره ان احنا نعملها حتى في المسرح الصيفي فكره رائعه. الاوضه ما كانتش هتكفي. استاذ سيد السمري السنين عدت، اول ما اتقابلت بيه كان بيدافع ان احنا بقينا من جيل الشباب. كان صديقه السيد منصور، احمد سليمان، صلاح زكريا، واحنا كنا لسه صغيرين. وهذا التتابع
سلمنا الراية، وهكذا الزمن، وهو الآن برضه بيسلم الراية بإذن الله لحد يجي. ولكن أعتقد كفاءة السيد السمري على مر السنين وحفظه اللائحة أدباء. احنا قعدنا فترة ما معناش لائحة، كان أي حد عنده استفسار عن اللائحة كان الأستاذ سيد السمري هو المرجع بتاعنا في لائحة نوادي الأدب. كان نوادي الأدب يمكن الوجوه الجديدة على نوادي الأدب كانت زي برضه دلوقتي، أنا مش هتنصر من الواقع، ولكن كانت زي دلوقتي برضه. كان في ناس بتدخل انتخابات وناس تزعل وناس تدخل وناس تزعل، ولكن كان هو على مساحة واحدة، إلا وإن كان ليه توجه وكان ليه أصدقاء، ولكن في الناحية الإدارية كان على مساحة واحدة. فكرة الزعل اللي اتكلم عليها بصراحة أستاذ محمد عبد القادر، ودي حقيقة كان أكتر الخصومات مع السيد السمري الموظف اللي ما بيعديش حاجة، ولكن بصراحة لما كبرنا عرفنا إن دي الطريقة المثلى للتعامل مع الأدباء، لازم نتعامل معهم كده. أنا بإذن الله إحنا يمكن للأسف احنا خسرنا اداري يمكن مش على مستوى الادب بس، لكن على المستوى الفني والثقافي كمان. ولكن احنا كادباء كسبنا اديب نقدر ان احنا باذن الله نشوف تجربه عن قريب. انا بعتذر للاستاذ محمد عبد الهادي بجد، لانه كان نفسه يشتغل على الشغل، وكان فعلا القصايد يعني مستفزه، وكنا بنقرا وعايز يشتغل في ده، ولكن انا مش هحكي عن ايه اللي حصل. باذن الله في يوم يكون خاص بمناقشه اعمال الاستاذ سيد السمري، واوعدك باذن الله مع صديقي الاستاذ محمد مجاهد ان احنا نعمل حتى يوم في بور فؤاد لو بورسعيد مشغول، فنعمل ده ونناقشه باذن الله يا رب. فالشغل ما ضاعش، وحضر نفسك هنقطعه هناك، ناخده على ملعبنا بقى باذن الله. وشكرا شكرا لكم جميعا. شكرا استاذ سيد، شكرا استاذ سيد، شكرا استاذ محمد. شكرا استاذ محمد فاروق. هنظبط التكليف في المكتب. استاذ عادل الشربيني، استاذ محمد مجاهد، استاذ محمد فاروق، استاذ محمد فاروق اتفضل. انا قلت الصابر ما ينزلش، انما انت سبتك تنزل. الان تكريم استاذنا الكبير وصديقنا الكبير استاذ سيد السمري. نتشرف بان يكرموا استاذنا الكبير قوي 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 استاذ محمد عبد القادر. استاذ محمد عبد القادر رئيس نادي الادب المركزي ببورسعيد. أستاذ محمد فاروق يتفضل بتسليم الدرع. النادي أدب بالفؤاد. نفسك بتديك نفسك
احنا زي ما قلنا التكريم خاص بادباء بورسعيد كلهم، وحاجه قليله يعني مننا يمكن عن ادباء بور فؤاد اللي كلهم بيبعتوا لك سلامهم وتحياتهم. استاذ سيد اتفضل. نشكر هناخد صورة جماعية مع الناس تحت. يا فنان محدش معاك النهارده. لا لا لا